السلام عليكم أصدقائي. اليوم سنتحدث عن موضوع حساس يثير جدلا واسعا في المغرب: الحركة الأفروسنترية، أتباعها وخطرها على الوضع الاجتماعي والأمني في البلاد. الحركة الأفروسنترية هي تيار فكري وثقافي يركز على تمجيد الهوية الإفريقية السوداء وإعادة كتابة التاريخ من منظور يضع إفريقيا في مركز الحضارة الإنسانية. قد يبدو الأمر ثقافيا بحتا، لكن في الواقع عندما ننظر إلى الوضع في المغرب نجد أن بعض أتباع هذا التيار من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء تجاوزوا الجانب الثقافي إلى ممارسات تثير الجدل، منها نشر أفكار قد تمس الهوية المحلية أو تصرفات تربط أحيانا بانعدام الأمن في بعض الأحياء التي يقطنونها. أولا، مسألة الأمن. العديد من المواطنين يشتكون من ارتفاع معدلات الجريمة أو الحوادث في مناطق يتركز فيها مهاجرون من جنوب الصحراء، سواء بسبب مشاكل اقتصادية أو صعوبة اندماجهم في المجتمع. هذا لا يعني أن جميع المهاجرين مجرمون، لكن الواقع أن بعض السلوكيات خلقت شعورا بعدم الأمان لدى سكان تلك الأحياء. ثانيا، تعامل السلطات المغربية. السلطات المغربية غالبا ما تقول إنها تطبق القانون وتحافظ على حقوق الإنسان، فتقوم بتنظيم الإقامات وترحيل بعض المخالفين وتقديم مساعدات إنسانية. لكن في المقابل، هناك من المغاربة من يشعر أن القانون يطبق بصرامة أكبر على المواطنين المحليين مقارنة ببعض المهاجرين، خاصة في حالات الشجارات أو المخالفات، وهو ما يخلق إحساسا بوجود ازدواجية في المعاملة. ثالثا، الخطأ الذي ارتكبته السلطات. الكثير من المحللين يرون أن الخطأ الكبير كان في السماح بتجمعات كبيرة من المهاجرين في أحياء معينة، وعدم وضع خطة فعالة للاندماج أو الرقابة الصارمة، مما أدى إلى بروز مشكلات اجتماعية وأمنية يصعب السيطرة عليها اليوم. ورابعا، الأموال التي يتلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي. من المعروف أن الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب أموالا ومساعدات سنوية من أجل الحد من عبور المهاجرين إلى أوروبا. هذه الأموال تستخدم حسب التصريحات الرسمية في دعم البنية التحتية لمراقبة الحدود وتوفير مراكز إيواء. لكن البعض يتساءل: هل تستخدم هذه الأموال فعليا في تحسين الوضع على الأرض، أم أنها تهدر دون حلول حقيقية؟ في النهاية، موضوع الحركة الأفروسنترية في المغرب مرتبط بقضايا أعمق: الأمن، العدالة، الهوية الوطنية، وحتى السياسة الخارجية. الأمر يحتاج لنقاش شفاف يوازن بين حقوق الإنسان وحماية المجتمع. اتركوا رأيكم في التعليقات. هل ترون أن السلطات تدير الملف بشكل صحيح، أم أن هناك تقصيرا وأخطاء يجب إصلاحها فورا؟ ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته حتى يصل لأكبر عدد من الناس. بكم في قناة آرك، حيث يلتقي عبق الثقافة المغربية بجوهر التسامح. هنا نروي الحكايات، نكشف الجمال، ونبني جسور التفاهم بين الماضي والحاضر، بين المغرب والعالم. إذا كنت تؤمن بقوة الثقافة، بقيمة الحوار، وبجمال الاختلاف، فأنت في المكان الصحيح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن رحلتنا بدأت الآن.